السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشر مبروكة تدخل عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وراحة البال، والأهم هي الصحة والسلامة وراحة البال. كل شيء ملحوق في هذه الحياة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال العسل المنزلي اللي هو أكثر من رائع، ناجح 100%. كتعطيكم واحد العسل كيف كتلاحظوا القوام ديالو معلق، كيبقى ثابت على سواء الناس الشباكية أولا البريوات، يعني أي نوع من أنواع المعسلات. باش تنجح معكم خص يكون عندكم عسل اللي هو ناجح. العسل باش يكون ناجح خصو يكون القوام ديالو كيف كتلاحظوا بحال هكا كيجي معلق، ماشي هذاك الخفيف. كنتمنى تجربوا الوصفة ووصفتي ديال العسل. انا على يقين الا جربتوها غادي تنجح معكم. راه ساهل، ما فيهش شي خطوات اللي هي كثيره. على بركه الله. هنا كيف كتلاحظوا انا عندي هنايا قالب ديال السكر اللي الوزن ديالو 2 كيلو. هنا كنوريكم انه قالب ديال السكر الوزن ديالو 2 كيلو. قطعته هكا طريفات باش كيسهل عليا انه دغيا كيدوب. درتو انا هنايا في الكوكوط لان الكوكوط اولا طنجره اللي تكون ثقيله. الا كانت عندكم شي حاجه خفيفه من الاحسن بلاش. فهو ضروري لنجاح العسل. خص يكون عندكم يعني شي حاجه اللي غادي طيب فيه تكون ثقيله. هنا كندير له لتر ديال الماء، يعني في كل 2 كيلو ديال السكر كنديروا لتر عفوا ديال الماء. بالنسبه للسكر بالامكان ديالكم تخدموا بسنيده اولا مثلا السكر ديال المقرط اللي هو ديال اتاي، اولا تخدموا بالسكر ديال القلب يكون من الاحسن، هو اللي كيعطيكم السكر يعني العسل المعلق. انا هنا خويت عليه كيف قلت لكم لتر ديال الماء مع 2 كيلو ديال السكر. غادي نخليهم ليله كامله حتى كيذوب لغد ليه داك السكر، يعني كيذوب تماما. كيف غادي تلاحظوا انا غطيت عليه هنايا الكوكوط اللي هي طنجره الضغط، وغادي نخليه ليله كامله في حراره يعني في المطبخ عادي. كتسدوا عليه وتخليوه. كيف غادي تلاحظوا لغد ليه كيصبح داك السكر كله دايب باش كتسهل عليكم انه كيطيب على خاطره. هنا كيف كتلاحظوا هنا من بعد ما دازت ليله كامله انا درته في الليل والصباح غادي نشعل عليه ونخليه يطيب على خاطره. انا كنحاول نحرك يعني باش ما كيبقاش هكاك يعني مترسب في الاسفل ديال الكوكوط. وغادي نضيف له هنايا حامضه اللي كتكون كيف كتلاحظوا حامضه كبيره. قطعتها هكا شرائح وكنزول لها داك البذر ديالها اولا داك الزريعه اللي كتكون ديال الليمون. كتزولوها تماما وغادي نضيفها على داك العسل. بالنسبه للشرائح د الحامض يكونوا يعني غلاضين ما يكونوش رقاقين. عندي هنايا كذلك واحد العويدات ديال القرفه ما يعادل 2 عواد القرفه يعني كبارين اولا هكا صغارين. وهنايا غادي نردها على نار اللي كتكون متوسطه، ما يكونش نار اللي هي عاليه باش ما يتخطف لكمش العسل ديالكم وما كيطيبش على خاطره، وما تكونش نار اللي هي هادنه باش ما ياخذش وقت عفوا طويل. هنا تقريبا الوقت اللي كياخد قريب لساعه وشي حاجه، يعني على نار كيف قلت لكم متوسطه. كنخليه بدون ما كنسد عليه الكوكوط، كنخليه غير هكا كيطيب عادي يعني بحال الشكل ديال الطنجره. هنا من بعد ما كيطيب باش تعرفوا بان العسل ديالكم راه طاب مزيان، ملي كتزولوا هاد الشرائح ديال الحامض كيكون اللون ديالهم بني يعني كيكون مارو. كيف كتلاحظوا كيكون بحال هكا. هذا هو القوام اللي هو مطلوب. وهنا كيكون عندكم العسل راه واجد يعني كتسيوه اولا كتعرفوه فقط من داك شرائح الحامض. هنا غنوريكم عن قرب كيف كيولي اللون ديالهم بحال هكا، كيولي اللون ديالهم بني، كيكون هكا يعني مارو بحال هاد الشكل هذا. هنا كتعرفوا بان العسل ديالكم راه طابت بلا ما تجربوها لا يعني تخليوها حتى تبرد ولا حتى شي حاجه، فقط غير هكا الكولور ديالها. هنا من بعد ما كنزول هذاك الحامض مباشره هي مازال على نار، كنضيف لها واحد نص كاس ديال الماء الزهر، ما يكونش نص كاس وافي. وكتخليوها حتى كتطبخ كيف كتلاحظوا يعني حتى كيطلع داك الكشكوشه بحال هكا. هنايا كتكون العسل ديالنا راه واجد صافي. غادي نزولو على نار وغادي نضيف له هنا معلقه كبيره ديال الجليكوز. ضروري من الجليكوز هو اللي كيخلي العسل كيبقى ثابت لكم على المعسلات، يعني ما كيهبطش، كيبقى هكاك داك الطبقه مغلفه وكتبقى عاطيه داك اللمعان اللي هو زوين كنشوفوه سواء في البريوات او لا في الشباكيه او لا اي نوع من انواع المعسلات.
كيف قلت لكم أنا ضفت هنايا معلقة كبيرة ديال الجليكوز، معلقة عفوا اللي تكون وافية، أنا هنا كانت بقات لي فقط معلقة في الأسفل ديال الطويصة ديال الجليكوز، فكنحاول نزولها وكتبقاو تخلطوا حتى كيذوب داك الجليكوز مع العسل، يعني كتضيفوه وهو العسل مازال سخونة ماشي كتخليوها حتى كتبرد، العسل كيف كتزولوها كيف كتلاحظوا راه كتكون يعني سخونة كتكون هكا يعني كتلاحظوا بأنها راها جارية، ولكن راه ملي غادي تبرد غترجع في القوام اللي هو مطلوب، كيف ما قلت لكم أنه فقط هنا كنعاود نوريكم يعني الشرائح ديال الحامض كيف كيكونوا، ولاحظوا هنا العسل كيف ولات ثقيلة، يعني اللي تكتر من داك شرائح الحامض كتكون العسل يعني معلكة بحال هذيك اللي كناخدو اللي كتباع غالية. وهنا من بعد كيف كتلاحظوا كيما كنخليوها يعني ليلة كاملة، لاحظوا هنا العسل كيف كيصبح العسل اللي هو معلك وكيكون القوام ديالو ثقيل، يعني كتشكلوا به مثلا تمنية كتشكل لكم وما كيهبطش دغيا في البلاصه وين يندمج مع العسل، بالعكس كيف كتلاحظوا هذا هو القوام ديال العسل المطلوب. كيف قلت لكم التزموا فقط بالنصائح وانا على يقين غادي تنجح معكم وغادي يرجع عندكم عسل دائما معتمد، عسل اللي هو ناجح للمعسلات باش كيبقى ثابت عليهم مدة اللي هي طويلة، كيبقى كيف ما حضرتوهم النهار الأول. كنتمنى إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم وما تبخلوش عليا بلايكاتكم، إعجاباتكم، تعليقاتكم الزوينة. كانت هذه الوصفة ديال اليوم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء في وصفات قادمة بحول الله يا رب.